إذا بنوتة شنو تقترحون علي اسم؟ وإذا ولد أيضا شنو تقترحون علي اسم؟ ما دام قاعدة وما عندي شي طريق حلو، بس أني انتبهوا أحب الأسماء العربية، أوكي؟ ما أحب الأسماء الغربية أكثر شي، يعني الأسماء العربية. موتيا وريتا وجوليان ومدري ايش، كل ما احبهم ذني. هيك فد اسم. انتبهوا بنات، اريد اسم شويه يعني بحركه، مثلا شلون فهد وشهد، وزن وقافيه وشعر. ما اريد اسماء تقليديه. وراح تقولوا لي انت شو ببالك باعوا. انا اذا ببالي ولد، وان شاء الله هي اهم شيء تمامه الخلقه، يعني خالقين احنا ايد رجل جاي من الله هلبي، نية ولد رحمة كل شيء كان. إذا ولد ببالي أسميه شهم، يعني كلش أحب هذا الاسم. وإذا بنية يعني ممكن يعني ببالي اسم، بس من اقتراحته على داير مداري جتني كفخات ما أدري منين، بس هو حلو. مهرة، حابة اسم مهرة حلو، بس ليش كلها سوى ضجة علي؟ عباك ما شلته من البال. انتو شو تقولون؟ اذا بنوته واذا ولد؟ يلا ساعدي. راح يقبلها البنية وكلامهم راح تطلع. فهد شبيك؟ رأب والله اذا كنا بالشهر فرح قولي لا حتصير رأب. شنو السؤال؟ نزل شويه فهد. لا فرح لك اكستنشن جديد حبيبي. لا بدأتي لا احنا نستقبل هيك خطان. لك حبي هسه قطيناها، شو السالفة؟ انزل لك فرح جيبها علي محتراني، جيبها علي. هاي سوالفة تحملها جس ويش نسمع ذيبيه. ايش بيك تخافين؟ ايش دعوة؟ ما حاطة كوكيز. صباح بتوقيتي. طبعا نمت اطول نومة بالعالم، والله العظيم قضيتها بس نوم، مش هالحياة. بوتيك أسامة طبعا اوردري وصل اللي اني طالبته، رجعت مزين للبيت لقيته، راح احكي لكم عنه. بس هذا بس يفيد الحوامل. البنوتات وخروا والشباب هم وخروا، السناب مو إلكم، ينفع بس اللي عندهم بيبي بطنهم، تمام؟ بس يطلعون خطارنا اقعد افرغ الجن. هلو بنات، مساء الخير عليكم. طبعا هسه فرغت، هسه يلا خطاري طلعوا. تخيلوا، ومثل ما وعدتكم اسولف لكم عن الاشياء اللي دا استخدمها. هذا السناب خاص فقط للحوامل، تمام؟ الحوامل شوية تركزون وياي، ممكن راح تستفادون من عنده، لانه كثير من الاشياء نمر بيها بفترة الحمل، واخطاء ربما مشاكل، فاحنا نعالجها من البداية احسن مما بعدين نروح لعمليات الجراحة والتجميل. حلو. بهاي الفترة اني طبعا اني بعدني بالاشهر الاولى شنو دا استخدم لبشرتي ولجسمي، اوكي؟ حطيت لكم منتجات اللي اسعارها رخيصة واللي وسط واللي شوية غالية، كله يقرأ، اللي تقدرون عليه تسووا، اوكي؟ بنات حتى نتخلص يا حلوات، حتى نتخلص من المشاكل مثل ما قلت لكم ببداية الحمل اللي تواجهنا. أول شيء طبعا طوني البنات الكليشة اللي سابقيني بالحمل، راح تصير تقلبات مزاج. شلون مزاجي على أساس أنا بدون حمل مزاجية وكل ساعة لي مود. المهم هاي يعني مستعدة لها أصلا اوريدي من قبل الحمل، المزاج لعب طوبة. خلونا ويا الجسم باعوا بنات. أول شغلة حتى ما يصير عندنا تشققات بالبطن، حتى من تتمدد البطن ما تصير ترهلات وما تصير هاي الخطوط البيض، أوكي؟ ونحافظ على بطننا وجسمنا بالكامل. شو نسوي؟ حطيت لكم هاي المجموعة كلها باعوا. شوفوا هاي المجموعة تقدرون أي بنية تقدر تشتريها، أسعارهم بيهم مناسبة، بيهم شوية غالية وبيهم باعوا بنات. نبلش بالبشرة. تعرفون الحامل كل شيء يأثر عليها، كلها تضر الطفل.
ممنوع الحقن، ممنوع البوتوكس، الفيلر، كثير من الممنوعات راح تلقوها. هذا الغسول من ديرما دكتور، معروف كل الزين، هو تونر، هو مزيل ميك اب. تجابك هلو سوالف حريم. ليش تعطيهم كل اسرار المهنه؟ لا ختي الحوامل والله صدق تحبيهم. لما اسوي لك شي لوجه الله اسوي لي حبي شو تبي؟ يعني في العالم الحوامل. لا انا اسرار عظام اهليه. يقول لك الايام الجايه تقلبات المزاج، شو تصير عند الحامل. ايش حتسوين بي؟ وانا بدون ريدي يلا اكيد انتي جاهزه؟ راح العب طوبه بيك كل حبيبه براس الطفل. قالت انا الطفل. حبيبي زين كمل لكم بنات عن هذا الغسول. اي بنات هذا من ديرما دكتور، غسول مفتح تونر مزيل ميك اب بنفس الوقت، آمن 100%. تستخدموه يوميا لبشرتكم. اوكي هذا بالنسبة لغسول البشرة. وراها تستخدمون هذا الكريم المرهم ومخلص عندي اصلا كترطيب للبشرة. ماكو بعد مو بكيفكم اي مرطب تحطونه اي سيرومات، ما بعد ممنوع. هذا كل زين وآمن وطبي وما يختلف عليه اثنين، وأيضا سعره رخيص يعني موجود بكل الصيدليات. تمام كملنا. هذا براند أمريكي يجنن، فتشي يعني ما يعلى عليه. هاي الفرشة فرشة التقشير أو ليفة بالعامية، تقشير للبشرة الجافة أو الجسم الجاف. البراند هو بنات، فهاي فرشة التقشير الجاف. تمام. هالشكل يسموها، تمنعها وببقية أنحاء الجسم. مو إعلان صدقا، بس إنه أحسن ما تبقون تدورون. نروح وين؟ نروح للزيوت. بيبي جونسون معروف موجود بكل صيدلية، تقدرون تاخذوه، مناسب بطنكم، ما تخلوها جافة نهائيا، لأن اوريدي الحامل جسمها يصير جاف. أوكي صبح ليل ظهر بطنكم تدهنوها بهذا. أوكي هذا مناسب ومتوفر. هذا البطل الثاني، طبعا هذا ثالث واحد أنا خلصته، هذا غني عن التعريف، ترطيبه قوي، سعره أيضا مناسب. بعد الحمام تزيتين بيه جسمك والأرداف ومنطقة الصدر. أوكي هاي اللي حبيباتي، فاسعارهم كلش مناسبة. هذولا أي حامل تقدر تشتريهم، تقدر تستخدمه إذا ما عندهم. هذولا الاثنين يموتون، يجننون، فظيعين. تمام. بالإضافة لهذا الثالث، هذولا ما أستغني عنهم بعد الحمام نهائيا. زيوت بفيتامين إي وبزبدة الشيا بالكاكاو، يعني مجموعة زيوت طبيعية 100%، فتقدرون تستخدموهم. هسه شو أسوي؟ حاخذ لكم صورة لكل الأشياء اللي صورتها واللي تقدرون عليه استخدموه. المهم كانت نصيحتي لكم لليوم، طبعا اتمنى تستفادون من عندها. هسه راح اخذ لكم صورة لكل الاشياء اللي قلت عنها، واكرر الترطيب للجسم والبشرة، لان الحامل راح تصير بشرتها جافة وتعاني من الجفاف زين وخشمها يكبر. بس ما قلتوا لي علاج الخشم شنو؟ اني هنا مثل ما قلت لكم بطني كلش مورم خشمي. المهم البارحة خبلته الفهد، قلت له بدي اسوي عملية تجميل الخشم، قال لي بابا انتي وارمة، فمدى اطيق نفسي. anyway اتمنى لكل حامل الله يسهل عليها، وان شاء الله تجيب بالسلامة ونفرح بيها. وكل بنية ما عندها ضنا الله يرزقها بالضنا، وان شاء الله يا ربي تفرح. وبس حبكم هواية، هم انطوني نصائح اذا عندكم. انا انطيت هاي اشياء بسيطة، بس اللي عندهم خبرة اكثر مني عرفت له يفيدوني. بنات تستخدموها نصيحة من الاشهر الاولى، من اول ما تحسين نفسك حامل تبدين تزيتين من بداية الحمل الى ان تولدين بالسلامة. هاي رقم واحد. اثنين، انه كل هذا مو اعلان الاسامة، لا ابدا، لأنه حطيت لكم أكثر من منتج وتلقوه بأكثر من مكان. بالإضافة لهذا تلقوه بالصيدليات. هذا يجنن لا تعوفوا، حتى إذا تردون تحطون ميك اب رطبوا بيه وبعدين حطوا الميك اب. عن نفخة جبناها قبل فترة، وشهد سمنانة، شهد راح تنفجر.
نصيحتي الصغيرة لكم، أنا كبنية ما أتأثر يعني بالنقد لأنه سمنانة ضعفانة، مو بكيفي، هاي هرموناتي، أجي ألعب بهرموناتي أوريدي، يعني حبالي أكيد حسما، بس لا تجرحون العالم. أكو عالم ما تتحمل كلام قاسي. السمنان لا تقولوا له سمنان، يجوز مريض. الضعفان لا تقولوا له ضعفان، الضعفان لا تقولوا له ضعفان، يمكن يكون مريض أو عنده مشكلة ودا يعاني من فد بالأخير. السمنان لا تقولوا له سمنان، ما ماكل من عشاء الوالد ولا من صينية العائلة الكريمة. فحاولوا تتركون العالم بحالها. أنا من خلال خبرتي يعني عملي بمجال هذا الإعلام وبالوسط، عندي زلاطة النقد، يعني لأنه تعرفون واحد يتعود سنة على سنة يتعود. أنا عندي زلاطة، أنا أضحك ليش؟ لأن أنا أعرف روحي ليش سمنانة وليش منفوخة، وعندي أسبابي. بس أكو عالم ما يردون يقولون حالاتهم اللي يمرون بيها، فعيشوا بسلام وما عليكم بحد. الحامل بسرعة تتأثر، يعني أنا بالنسبة إلي أبد ما أتأثر بأي شيء. طبنا ورا تقريبا 15 يوم سوينا عقد محكمة، عقد سيد، أوكي. فموضوع الحمل ما أدري أنا نهائيا، أكو حسيت فد ألم غريب ببطني، فرحت لي دكتورتي النسائية اللي هي يعني أراجع كل 6 شهور عندها، أكيد كل بنية عندها دكتورة خاصة بها، فتسوي لي سونار. ممكن قلتها شنو مرارة، ولقيت الستاند. اوكي نسيت اصور لكم الاشياء هسه بعدين، بس اكمل سالفتي. اي فرحت، الالم هو ببطني، حلو، الم شويه غريب بالرحم. فرحت الدكتوره قلت اوريدي هي عندها سونار، كان يشلب سواري، اوريدي عندها سونار، تشوف لي مراره شايلتها، زائد المصران عمر شايلته، زين شبقه بنكرياس كبد ورحم. فقعدت تشيكني الدكتور، كانت تقول لي يا ولدي حامل. قلت ها كنت حامل. شعور غريب، باوعت فهد دمع، ها شنو خرب عني، هاي دا يصير؟ قلت شنو دمع، شنو حامل، اني مو ردي لهذا الموضوع. فدخت بالقضية. فالحمد لله يعني كل الاشياء المدبرة من رب العالمين تجي بالصدف حلوة، كلش حلوة، خصوصا اذا ما متهيئي لها. اي فالاحساس كان كلش حلو، بس بنفس الوقت غريب. اني ما يطلع عندي الرياكشن رأسا او الشعور او يبين علي، بعدين يتأخر. فهد دمع، جناني شو اسوي يا الله، هذا ليش دمع؟ دا بيني وبين نفسي قلت يا حامل، قلت له زين اني شو ادوس هسه؟ انا ما يطلع عندي رأسا الشعور، بعدين لازم افكر. رجعت للبيت، اوه مبروك ومدري شنو كيفه، وانا بعدني ما مستوعبه القضيه. شو ورا يومين يلا حسيت بالاحساس، يا حلو. قلت له فهد دمعت، ربكم همزين دمعت شويه. فشي غريب علي، يمكن حتى احساس الامومه بعدني ما حاسه بيه يمكن. خلينا نور عاد ولي العهد او السنياره قابضة بنية، هي شهد وحده ولاعبه طابه، النوبه 2. ما اتمنى بنية، والله اخاف على ضغط البعض، ما اعرف الا اقصف. بس اني ما اقصف الحبابين، لا ذولاك الجماعة فريقي سنافري لحبهم مو يمهم الحكي، تجيهم شهد تجيهم 10 شهد يكيفون. المهم خلونا من الشقة. اذا تسألوني ايش تتمنين، بصراحة غير، يعني ارجع واقول هاي الكلمة ما اقدر استغني عنها، اهم شي تمامة الخلقة والجاي من الله لبي. بس حلم حياتي تصير عندي بنية، اتمنى، لانه اني فعليا ما عندي صديقات، صديقات على قد الاصابع 2 يمكن، وما بيهن ربع حظ يعني، بس متأقلمة وياهم. وحدة بعيدة بس هاي حبيبة، وانحرمت من الخوات بعمر صغير، تعرفون خواتي مستشهدات، فبقيت وحدي. فافتقد للبنية، اتمنى يصير عندي بنية يعني كبيرة، خصوصا في مجتمع ذكوري يعني ما تقدر وحدها البنية، فلازم شوية تتقوى، لازم أعلمها الحياة شلون قلتني، شلون لعبت بيا طابة،
أعلمها شلون تتعامل ويا المجتمع اللي يحارب المرأة. أعلمها إنه تنتقي صديقات صح، تختار مجال صح. يعني عادة الولد ترى ما ينخاف عليه. الولد هاي الجلبة هاي الفان كليف مشكلة بعد ما ألبسها. الولد قولتهن تكبريه وتطي للمرأة، فما ينخاف عليه الولد. بس البنية مشكلة. البنية هي حلو ما حلو، بس حلو لا تخافون، أمها قوية إن شاء الله. سبب آخر اللي خلاني أقول أتمنى بنية، ليش؟ البنية حبيبة أمها، تصير حنينة، شلون متعلقة بوالدتي، شلون يمكن حتى بالزواج كان عندي شرط من الشروط إنه والدتي لازم تكون وياي، سواء نقعد ببيت فهد أو ببيتي ماكو فرق، الحمد لله الخير هواية، بس إنه والدتي تكون وياي، ما أحسسها قيد شعرة إنه أحد أخذ مكانها أو الأم تبقى أم. فلذلك